الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا اسمي هند. لو اول مره تشوفوني لايك وشير واشتراك في القناه. انا طبعا هعمل معاكم وصفات والوصفات طبعا ان شاء الله تعجبكم. ونبدا ان شاء الله. النهارده بقى هعمل معاكم رز بلبن بطريقه بسيطه وحلوه وطعمها حكايه بقى، وفيها مكونات جميله وجديده وان شاء الله تعجبكم. نبدا بقى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، صلاه تهدينا وترضينا وتغنينا. دلوقتي بقى ايه؟ هنشوف المكونات. دلوقتي معانا قشطه معلقه كبيره، كريم شانتيه معلقه كبيره، لبن بودره، دي كوبايه رز منقوعه، ودي كوبايه سكر. السكر انت بتتحكمي فيه زي ما انت عايزه يكون السكر قليل كتير حسب ما انت عايزه، بس انا بحبها هي كوبايه كفايه قوي، عشان ايه؟ ما بحبوش مسكر قوي. ولتر الا ربع حليب، وطبعا باكت فانيليا. وان شاء الله بقى نشوف الوصفه وان شاء الله تعجبكم. دلوقتي بقى هنحط اللبن على الرز، بس مش كله يعني، هنسيب شويه صغيرين كده نحتاجهم دلوقتي، يعني نسيب حبه صغيره كده ونرفعه على النار. دلوقتي بقى هنقلبه ونسيبه على النار كده لغايه ما يغلي شويه، وبعد كده نحط له بقى ايه بقيه حاجته، الفانيليا وبقيه الحاجات اللي انا هقول لكم عليها. دلوقتي احنا حطيناه على النار اهو، وهنحط معاه الفانيليا، وبس يغلي شويه هنقوم حاطين عليه بقيه المكونات. دلوقتي اللبن اهو، الرز شربه. هنحط بقى بقيه الحبه التانيين عشان هنحط معاهم كمان اللبن البودره والسكر. طبعا السكر حسب الرغبه، وتفضلي تقلبي فيه بقى كده عشان ما يلزقش وايه يطلع كويس معاكي، عشان بيبقى محتاج على طول ايدك فيه، لان لو سبتيه شويه ممكن يشيط، ممكن يبوظ، ريحته تبقى مش كويسه، فعلى طول ايدك تبقى فيه. ياخد كمان غلوه كده والرزه تنفش كده فيه كويس، وبعد كده ايه نكمل بقيه المكونات بتاعته. دلوقتي شايفين القوام بقى عامل ازاي والرزايه بقت عامله ازاي. دلوقتي بقى هنضيف بقيه المكونات. هنضيف بقى حته القشطه اللي احنا قلنا عليها. دلوقتي ضفنا القشطه اهو، دي بقى بتخلي الطعم جميل بقى، وتديله الوش الكريمي، الوش الحلو اللي انتوا بتشوفوه بيعجبكم دون، وكل اللي بيشوف الوش ده بره يقعد يقول ايه عايزين نعمل زيه، هو هيطلع معاكي بكده. وهنضيف بقى اللبن البودره. اللبن البودره ده ممكن ما تحطوش، بس اللبن البودره بيدي طعم جميل لاي حاجه بتحطي فيها، يعني بيدي طعم مميز لان هو ليه طعم حلو، فبيدي طعم حلو قوي ومزازه كده حلوه في الاكل. دلوقتي هنفضل نقلب بقى في الحليب بقى البودره اللي احنا حطيناه والقشطه، والحاجه بقى الجميله اللي هتخلي بقى 100 100 ومفيش بعد كده بقى الكريم شانتيه اللي احنا هنحطه دلوقتي. نقلب. طبعا ولادنا بيحبوا اي حاجه فيها كريم شانتيه واي حاجه فيها لبن كده بودره، حتى اللبن البودره ده يعني احنا بناكله كده من غير حاجه، يعني انا ممكن اخلص العلبه كده وانا قاعده استلى فيها عادي. فده بيدي ايه طعم حلو للبن وللرز بلبن، والاكل كده جميل تعمليه في البيت حلو. وطبعا احنا الجو حر خالص يعني، وده حاجه هي ترطب على نفسك وعلى قلبك كده وانت قاعده انت وولادك، فيعني ايه كل حاجه بتعمليها في البيت بتبقى كويسه. والحاجه مش صعبه والله ولا حاجه، الحاجه بتتعمل بسرعه وبسيطه، وكل حاجه عندنا في البيت والحمد لله. فهتعملي كل حاجه بايدك، كل حاجه بايدك تعمليها. نفضل بقى نقلب اهو في الرز كده. ولو عايزه تحطي بقى نشا، معلقه نشا على نص معلقه، على نص كوبايه ميه عادي تعملي حطي. مش عايزه خلاص هو ممكن يبقى مربوط لوحده كده عادي. عايزه تحطي ان هو يجمد اكتر من كده براحتك. دلوقتي بقى احنا سايبينه هو على النار ياخد بس غلوه كده كمان وخلاص. وكده حطينا طبعا كل مكوناته، هتلاقي طعمه بقى تحفه وطعمه غير كل مره كمان، فهتلاقي طعمه جميل قوي. دلوقتي اي حاجه احنا بنعملها لازم نسمي الله عليها،
لازم تسمي الله على الحاجه اللي انت بتعمليها، ولازم على طول ايدك تبقى فيها زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى رفعناه من على النار اهو، انا هحطه في الكاسات. ديكوا شايفين القوام تحفه ان شاء الله. بقى كل اللي يجرب طريقتي يكتب لي في التعليقات ايه رايه في الطريقه، ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتبقى دايما تعملوا بيها. خلاص كده احنا كده خلصنا. ودي اهي كوبايه رز عملنا منها قد ايه الكميه دي. ودلوقتي بالهنا والشفا، واللي يجرب بقى الطريقه يقول لي عجبته ولا لا. والف هنا وشفا. وطبعا انا مش مزوقاهم كلهم عشان عندي جزء من ولادي بيحبوا بالتزويق، وجزء تاني بيحبوا ساده ما بيحبوش بالتزويق. فانا عملت النوعين بقى عشان ايه كل واحد ياكل براحته اللي هو عايزه. وبالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو ولو عجبكم الطريقه دوسوا لايك وشير واشتركوا في القناه، وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.